ايه ده؟ ايه؟ القبطان خليل الزلفطي. ماله؟ القبطان خليل الزلفطي وصل. خلاص ما تسيحش قوي كده. تعالى بس. لا القبطان مش خليل هينفع، الزلفطي. مش هينفع. لا اصلا لا اصلا انا هلحق القطر بس. هو والنبي. الحمد لله على السلامة يا الله قبطان. يسلمك يا حبيبي. ساعة ما عرفنا انك معانا واحنا مستنيينك بفارغ الصبر. ليه كفل الشر؟ تعالى هقول. لا اصل انا بس اصل انا لازم الحق. طب الشنطه طيب. تعالى هجيبه لك. هو في حاجه؟ طمني. يا قبطان يا قبطان، القبطان خليل نادي الزلفطي يا ريس. خلاص هي شغلانه بقى. خليل، معقولة؟ حبيب قلبي، بالحضن يا حبيبي، بالحضن بالحضن. معقولة؟ يا حبيبي، أخبارك إيه؟ وإزاي بابا عامل إيه؟ الحمد لله. بس ليه بابا ما كانش بيقول لنا إن فريد الله يرحمه ليه أخ؟ اصل انا جيت غلطه حضرتك، فعشان كده تلاقي الموضوع متلخبط شويه. بس على فكرة أنت مش شبهه خالص. ما انا طالع لعمتي زيزي. انت تعرفها؟ هو ايه؟ لا اوف. ايه حضرتك؟ يا لهوي في ايه؟ يا لهوي، ايه؟ دي كان عليها مايو حتتين. في ايه يابا؟ بقول لك عمتي ما يصحش يعني. دي قصة حب قديمة، دي كان عليها حب يا أخي. ما خلاص يا عم الحاج، طب الناس تقول عليا ايه؟ طيب ما يصحش. هو حضنها جميل. خلاص الله والله. طيب خلاص تهدى بالله. أنا كنت بحب عمتك زيزي دي عن عماتك التانيين كلهم. الله، انت تعرف العيله كلها بقى. أنا خدمت مع والدك 25 سنة. كانوا بيقولوا عليه قبطان نادي أمير البحار. كان عنده ذاكرة حديدية، ما كانش فيه تفصيلة في الرحلة تفوت منه. لا ده باظ خالص دلوقتي يا حبيبي. كان الكل بيحلف باسمه. مش كده يا شباب ولا ايه؟ اوه. وانا عندي امل كبير في ان خله هيبقى زي ابوه بالظبط. ما تأفورش قوي كده. لا هأفور. لا ما تأفورش. لا انا اوفر يا سيدي. ان شاء الله هتبقى احسن كتير، بدليل انك جيت تقضي اجازتك معانا هنا على المركب ولابس الزي الرسمي بتاعك. يا سلام يا شباب، يا سلام لو خليل ده موجود في الطقم بتاعنا. كان زمان دلوقتي البريدج في الشبت بتاعه. الايه بتاعه؟ البريدج في الشبت بتاعه ده زي سكينه في الزبده كده. ماله البتاع بتاعي ده؟ كان مشي زي عقارب الساعة. دي بتبقى ارزاق حضرتك. وليه يا ارزاق؟ احنا فيها اهو. انت من النهارده ضميتك للطقم بتاعي. وحياة امك. ايه؟ وحياة امك الغاليه اللي تخلينا نقول الشرف ده يا شيخ والنبي. خلاص انت اللي هتقود يا خليل. اتفضل. يزيد فضلك. اتفضل انت. اتفضل حضرتك استلم القياده. استلم ايه؟ لا كده لا، انت كبرت الموضوع ليه؟ اصل انا لا مش هينفع استلم دلوقتي كده، لان انا مش نايم كويس وبقالي يومين. تنام بعد ما تقوم تستلم القياده. شباب ودوه على القمره بتاعته. تؤمر يا ريس. على ايه؟ القمره. اشكرك جدا جدا. اتفضل يا قمر. مش شبه ابوه خالص.